السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم نسمة وصفات سهلة وبسيطة. هنعمل بقى النهاردة الرق الطري والرق الناشف بطريقة سهلة جدا، احسن من مرة بمليون مرة. عايزة اقولك الرق الطري بص كان عامل زي الملبن، بجد كان خطير. بصوا ما شاء الله تطبقيها 100 تطبيقة ولا هيتني ولا هيتقطع منك. وبكمية وبكيلو واحد من الدقيق او الطحين هيعمل معاه ان شاء الله معاكي كل الكمية اللي انت شايفاها دي، بيعمل كمية حلوة قوي. تعالوا بقى كمان نشوف الرق الناشف عامل ازاي. عايزه اقولك عامل زي البسكوت، رقيق جدا، بيتكسر منك بسهوله جدا، يعني هيبقى حلو قوي معاكي. يلا بقى اعملي لايك ومتابعة القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلوا كل جديد. بصوا ما شاء الله عامل ازاي. يلا بينا بقى نشوف عملناه ازاي ونسمي بالله. معايا بقى كده كيلو من الدقيق حطيته في طبق او في بوله، ومعايا معلقه صغيره من الملح. هبدا اقلب كل ده كده مع بعضه، الملح مع الدقيق. نقلب بس الملح كويس يختلط مع الدقيق، وابدا بقى انزل بالميه. انا هنزل باول كوبايه وهنشوف معايا مع بعض بردك هياخد قد ايه من الميه، وهنزل بتاني كوبايه. دول اساسيين معاكي، يعني تبداي تنزلي زي ما انا هنزل كده بالظبط. وتالت كوبايه دي هنخليها معانا كده على جنب على حسب ما العجين يحتاج. طبعا انا عارفه هو هياخد قد ايه، بس انا حبيت اعمل معاكي زي ما انت هتعملي بالظبط كده. انا خدت كوبايتين، طبعا هو محتاج جدا، يعني هو هياخد معايا 3 كوبايات بالظبط. وزي ما قلت لك انا هنزل معاكي واحده بواحده عشان تعملي زي، لان كل دي غير التاني. في دي بيشرب السوائل، في دي بيطرده. فانا ممكن انا احتاج 3 كوبايات، انت ممكن تحتاجي كوبايتين ونص، انت ممكن تحتاجي كوبايتين، فعلى حسب نوع الدقيق. فانا كده نزلت طبعا بباقي الكوبايه كلها. زي ما قلت لك تبداي تنزلي بواحده واحده لحد ما تشوفي ايه الشكل اللي انت مفيش دقيق اصلا في الطبق من تحت كده خلاص. زي ما انت شايفه كده مفيش دقيق، بس طبعا العجينه منعكشه جدا، محتاجه اللي هي تتعجن بس مش محتاجه اكتر من كده. انا عايزاها تبقى فيها تلزيقه بسيطه. نبدا نعجن بطريقه الفردة اللي انت شايفاها دي. امسكي العجين كده وخدي حته كده ومنها وابداي افردي كده على الترابيزه. الطريقه دي كمان بتخلي فيها عرق، وانا محتاجه يكون فيه عرق زي ما انت شايفاه كده. ابدأي اعجني فيه لمدة ربع ساعة. لو عندك عجان ابدأي حطي فيها، اهم حاجة تعجني لمدة ربع ساعة لحد ما تشوفي العجينة كده ملساء وما شاء الله طرية، فيها تلزيقة خفيفة جدا، بس هو ده اللي انا عايزاه. معايا بقى كده صينية فيها حطيت فيها رشة من الدقيق، واحط بقى ابدأ بقى احط فيها الكرات اللي احنا هنبدأ نقطعها دلوقتي. هتاخدي قطعة كده من العجينة ابدأي قطعيها كرة كده، يعني عارفة اللي هي الليمون اللي هو الكبير كده شوية، ابدأي قطعيه كده. ده حجم اللي انت شفتيه في البداية. انا حجم الصواني بتاعتي اللي انا هبدأ اعملها ان شاء الله هتبقى على المقاس اللي انت شايفاه ده. فلو انت عندك الصواني هتبقى اكبر ابدأي كبري شوية عن الكرة اللي انت شايفاها دي. وبعد ما قورناها بقى بالشكل اللي انت شايفاه ده، هبدأ بقى نحطها ايه في الصينية اللي احنا دهناها ايه، اللي احنا رشينا عليها، معلش اسفة، اللي احنا رشينا عليها رشة من الدقيق. زي ما انت شايفة كده. ليه بنحط رشة من الدقيق؟ عشان العجين لما بيريح بيبدأ ايه يلزق تاني. بعد ما كورت بقى كل الشكل اللي انت شايفاه ده، هبدأ بقى احط تاني رشة من الدقيق عليها على وشها من فوق. بعد ما حطيت بقى رشة كده من الدقيق، هبدأ بقى نغطيها بكيس تلاجة، امسكيه افتحيه او بستريتش او بفوطة. انا طبعا هغطي بردك بفوطة تاني بعد ما اغطي كده بكيس التلاجة اللي انا فتحتها، عشان وشها ما ينشفش ما يطلعش اي حاجة. هنبدأ بقى نسيبيها تريح لمدة ساعة أو نص ساعة على حسب نوع العجين. في عجين ممكن يريح بسرعة، في عجين ممكن ياخد وقت. فانت تعملي ايه؟ هاخد كده رشة، يعني مثلا انا عديت نص ساعة عايزة اشوف العجين بتاعي رايح ولا لا، هاخد كده رشة من الدقيق على الترابيزة او على الرخامة بتاعتك وابدأي افرد. طبعا فرد معاكي ملمش، خلاص تعرفي ان هي كده كلها كده خلاص ريحت. هو مش هيخمر، هو بس العجين بيريح عشان تبدأي ان انت تفردي فيه وما يبدأش ان هو يمط معاكي. يعني لو هو مش مريح كويس يبدأ ان انت تفردي وهو يرجع يلم تاني، تفردي وارجع يلم تاني. طب انا افرد ازاي؟ هبدأ كده اخد زي ما انت شفت كده في البداية، هبدأ اخد الكرة اللي احنا خدناها دي، ابدأي اعمليها بالطول. وبعد كده الاول تخلي النشابة بتاعتك من النص، ابدأي افردي من النص للناحية التانية، من النص لفوق، وهكذا. ابدأي بقى اعملي ايه عشان تطلع معاكي مدورة. ناخد الاول بالطول وبعد كده ناخد الاول ايه تعمليها عرض. امسكيها زي ما انا مسكتها كده دلوقتي، ابداي خديها ايه بالعرض، وهكذا لحد ما يطلع معاكي يبقى رقاق مدور، زي اللي انت بتشتريه بالظبط من بره. بصي زي ما انتم شايفين كده.
هبدأ ان انا افردها زي ما انتم شايفين برضك كده، من شوية لشوية ابدأ ان انا اشيلها، اتأكد ان هي مش بتلزق. طبعا مع رشة برضك من الدقيق هبدأ بقى ان اعملها الحركة اللي انا هعملها دي اولا عشان اوريكي قد ايه هو رقيق وما شاء الله طري ومش بيتقطع زي ما انت شايفة كده. انا شايفة، لو انت شايفة انا شايفة ايديا من تحت، هو ده اللي انا عايزاه. وفي نفس الوقت عشان خاطر كمان تفضي منه الدقيق، وده مهم جدا. معايا بقى كده صينية تكون عالية الاول وبعد كده اخليها متوسطة. عايز تشوفي اول ما لون الدقيق كده بدأ العجينة بدأ يتغير، خلاص هي تشيل. ده كده الرق الطري ما بياخدش بجد ثواني على البوتاجاز، يعني فعلا يعني اقل كمان من الثانية والله. هعمل معاكي واحدة تاني. هجري بس المقطع ده عشان انا وريتهولك زي ما قلتلك. بصي يا دوبك بس العجين الدقيق ده الرقة معاكي تبدأ لونها يتغير، خلاص هي تتشال على طول. بصي ثانية مثلا انتي ما لقيتيهاش مثلا غيرت، حطيها على ثانية على الوش ده وارجعي حطيها على الوش التاني وتروحي شايلها على طول. هبدأ بقى طبعا اعمل بقى الناشف، وهقولك على طريقتين لو انتي حابة تعملي على البوتاجاز زي الرق الطري. بعد ما مثلا تعملي شوية طريين اعملي شوية ناشفين. ابدأي بقى خليه شوية ايه على النار، كل ده على النار واطي خالص. ابدأي خليه ايه على الصينية كده براحته بقى خالص لحد ما تلاقيه هو تلاقي يبدأ حروفه تبدأ ترفع زي ما انت شايفاها كده. ده كده بدأت ايه، بدأت تنشف معاكي. طب انا مش عايزة الطريقة دي وعايزة اكون طريقة سريعة شوية. على الفرن من جوه ابدأي افتحي الفرن وحطي الصينية اللي انت شايفاها دي اقلبيها، وابدأي حطي عليها الرقاق وسيبيها على درجة حرارة 180. هينشف معاكي وهيطلع مقرمش زي البسكوت زي ما انت شايفاها كده ما شاء الله. هبدأ بقى ان اخدها اعمل فيها ايه ملاية كده، ابدأي فرشيها وحطي بقى عليها الرقاق عشان خاطر ينشف، عشان خاطر يطلع معاكي مقرمش زي ما انت شفتيه معايا كده. الرقاق الطري ده مهم جدا انت تحطيه على صينية وابدأي غطيه عشان يفضل معاكي طري بكيس تلاجة بفوطة اي حاجة انت عايزة تغطيها بيها. زي ما انت شايفاه ما شاء الله كده طري، لازم تحافظي عليه. بصوا ما شاء الله. يلا بقى اعملي اللايك اوعى تنسوه. عايزه اقول لكم بجد كان بجد فعلا احلى من بره ومقرمش قرمشه مش طبيعيه. بصي بيتكسر بسكوت، يعني هو مش مستحمل اصلا ان انت تمسكي وتكسري، لا هو بيتكسر لوحده جدا. وزي ما انت شايفه برضك الطري عامل ازاي. يلا بقى تعالي اقولك بقى ازاي تخزنيه. لو انت عايزه تخزني الطري ازاي تخزنيه، امسكي طبقيه بالطريقه اللي انت شفتيها دي زي طريقه الكريب كده وابداي حطيه في اكياس. طب انا مش عايزه الطريقه دي ابداي افرديه وحطيه في شنطه كبيره. يعني بصي اي طريقه انت عايزه تحطيها، بس اهم حاجه اول ما تعمليه ابداي حطيه في اكياس زي ما انت شايفه كده عشان يفضل معاكي طري. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.